طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. فبشر عباد. طبعا أنا سامع تعليقات الناس يتكلموا بيقولوا والله يا أخي أنت بتبشرنا ونحن ما شايفين في أرض الواقع شيء وما عارف شنو وكلام زي ده. نحن مع آخر ضوء لسه المغرب قرب الليلة يوم 5 شوال 1444 25 4 2023. قبل قلت 24 23. الموقف كالآتي. بالنسبة يا جماعة، نحن لما نطمن الناس ما بنطمنهم ساي. نحن بنقول القوات المسلحة مسيطرة على جميع أنحاء السودان، دي حقيقة. الداير يتأكد من الكلام ده يضرب لأهله. أضرب لأهلك في كسلة، في القطاري، في الدمازين، في سنجة، في كادوغلي، في النهود، في بابانوسة، في الضعين. أضرب لهم في نيان، أضرب في الفاشر، أضرب لأهلك دين. أضرب لأهلك في دنقلة، في شمالية، في مروي، في شندي، في عطبرة. أضرب لأهلك. شوف السودان ده عامل كيف. نحن ما بنتكلم عن فراغ، نحن بنتكلم عن سيطرة حقيقية للقوات المسلحة. ما في أي تمرد هناك، 100% حقنا. ده السودان. نجي لولاية الخرطوم، نحن نتكلم عن ولاية الخرطوم، نتكلم عن حقائق. الناس دي يقول لك يا أخي مسيطرين، وقوات الدعم السريع كانت ما عارف محتلة الإذاعة ومحتل. ما في اسمها محتلة. الناس دي كانوا جزء أساسي من تأمين هذه المنشآت، جزء أساسي من تأمين المطار، من تأمين القصر الجمهوري. قاعدين الناس بيمشوا بيجوا في شارع الجامعة ده، بتشوفون عرباتنا عرباتنا، عساكرنا عساكرهم بياكلوا معاهم في الإذاعة، في كل المواقع. معسكراتهم الرئيسية كلها شرق النيل، في قري وغرب النيل، في أم درمان، في صالحة، في سوبا، شرق وغرب النيل. معسكراتهم الرئيسية جوا الخرطوم، في هيئة العمليات، في النادي الكاثوليكي. في الناس دي قاعدين جوا. القوات دي موجودة داخل الخرطوم، جزء أساسي كانت من تأمين الخرطوم هي. تقول لي هنا رغما عن ذلك أخزاهم الله. الناس دي عندهم 40,000 جندي كانوا داخل ولاية الخرطوم دي، معاهم 2000 عربية لاند كروزر مسلحة. 2000 عربية لاند كروزر مسلحة. الآن أنا ما أتكلم عن سيطرة القوات المسلحة، والداير يمشي يشوف المعسكرات، يمشي يصل بنفسه. رفعنا لكم في لايفات نسوي لكم شنو؟ جميع معسكرات المتمرد ده تم دكها دكا كاملا في النيل الرئيسي، غرب النيل وشرق النيل. تدمير كامل، تدمير كامل، وسيطر عليها في أم درمان كلها، من أقصى شمالا لأقصى جنوبا. جميع معسكراته في بحر أزرق ده، هنا في سوبا، في شرق النيل. دكها دكا دكا داخل ولاية الخرطوم. ما عنده ولا معسكر واحد الآن فيه تجمع. ما في معسكر كده يتجمعوا فيه يقولوا ده حقنا. عرفت الكلام ده؟ نحن بنتكلم عن حقائق. لما نقول الجيش تم السيطرة على الخرطوم بالنسبة الكبيرة، نحن بنخلي نسبة بتاعت 10% ولا 5%، لأنه بجيك للنقطة بتاعت العربات الداخل الأحياء، والناس يقول لك نحن سامعين. القوات المسلحة سيطرت سيطرة حقيقية بقوات في المشاة بمختلف تشكيلاتها، وسيطرة مطلقة في الجو. بيت الشغل دقيق، يعني بالقمر الصناعي، ما بيه شغل عشوائي. خليك من شغل النسر والتصوير وغيره. سيطرة حقيقية. نحن عندنا قوات بتاعت استخبارات منتشرة في جميع أنحاء الولاية. الناس يقول لك المعلومة دي ووصل دي وجيب دي. المعلومة أنت بتفتكر بتجيبها دي بتكون وصلت زوما مش زمان، قاعدة في هيئة القيادة والسيطرة. أنا بتكلم لك عن منظومة بتاعت قيادة وسيطرة فيها معلومات مكتملة، فيها صور حقيقية بالكاميرات من جميع مواقع الولاية، صور لايف حقيقية. وما بوريكم نحن كاميراتنا قاعدة وين، دي ما شغلتكم. صور حقيقية، معلومات مكتملة، إدارة للمعركة بضباط محترفين مقاتلين اشتغلوا العمليات دي بعمر، ما حاجة الليلة. بيصرفوا أوامر وتعليمات. المنظومة الإدارية بتاعتنا مكتملة، إخلاءنا مكتمل، التموين بتاعنا والتشوين والإمداد بتاعنا مكتمل. الحاجات دي هو صفر عنده. العالم كله رفع ايده منه. أمريكا رفعت يدها منه، قالت دي قوة متمردة، وقالت ما ممنوع أي تدخل خارجي، يعني ما هيجوا أي مدد خارجي. الترويكا الاتحاد الأوروبي رفعوا يدهم منه، شالوا شنطهم ومشوا. منو برا واقف معه؟
ما في زول برا واقف معاه، ما واقفين معاه الا العملاء في الداخل هنا والخونة داخل السودان هنا اللي واقفين معاه. من الثاني ما في حاجه اسمها هنا اي زول مناصر هذا المتمرد هو متمرد مثله، متمرد مثله، ما في كلام زي ده. دينا الوحيدين اللي واقفين معاه. وان كان احنا نلوم، ما زلنا نلوم كثير من الدول العربيه، مفروض تطلع بيانات رسميه تورينا واقفه مع سياده الدوله مع جيش الدوله ولا لا. ساكتين. الدول الاوروبيه طلعت بيانات، امريكا طلعت بيانات، الاتحاد الاوروبي مختلف الدول طلعت بيانات، بريطانيا طلعت بيانات. يبقى شقانا هنا دايرين نستنوا شنو يعني؟ فإن كان لكم نصر قالوا ألم نكن معكم ونستحوذ عليهم؟ لازم يكون عندهم موقف واضح. تمويلهم موجود في بنوك عربية موجودة هنا في المنطقة، حساباتها التقلو وغيرها موجودة، مفروض يكون فيها موقف واضح. ده ما موضوع أنا داير أشغل بين الناس. الزول ده فقد كل الدعم الخارجي، كل الدعم اللي بيلقاه من عملاء اللي انتم عارفينهم اللي قالوا يا تمضوا يا الحرب. ده يدعوا للحرب ووروا الحرب دي. أعود لنقطة المواقع اللي هم فيها دي. المواقع دي القوات المسلحة بتقدر ياتوا موقع حيوي، ياتوا موقع حيوي، هي بتقدر وهمته شنو؟ ما عارفاه. قاعد في الإذاعة، ما عندها التلفزيون شغال والإذاعة شغال، احنا بنبث من هنا، ما لكن ناسه طير ساي ما بيفهموا، ولا أجهزة دي بتطلع أي حاجة، ما في إشارة حتطلع من هناك. تلفزيون السودان عندها شغال هنا، افتحوا شوفوا، لأنه نحن التحكم عندنا، السيطرة عندنا. نحن أنا أقعد أكسر لي بنية تحتية هناك ساعة أشتبك في الإذاعة عشان أكسر بنية تحتية. ده مفخرة للجيش السوداني. ما عندنا ولا بنية تحتية واحدة نحن كسرناها، اللي كسروها هن. نحن بتنتهي الحرب دي الآن قريب جدا، بتسمع البيان النهائي، وبندور منشآتنا كلها بتدور، كهربتنا شغالة، الأعطال الواقفة في البحر دي أعطال بتاعت وحدات، مش لأنه ما في إنتاج، أعطال بتاعت منشآت. الكهرباء، الإمداد الكهربائي موجود في ولاية الخرطوم وفي جميع أنحاء السودان. الإمداد المائي عطل في محطة بحري، ضربوا حامل المهندسين المدنيين يخشوا محطة بحري عشان يصلحوه، لأنه عمل جبان. أنت كان راجل اطلع في التلفزيون هسي وقول، اطلع قدام الشاشات وقولوا تعالوا يا مهندسين محطة بحري صلحوا بحري الماء ودخلهم عشان على لا تقبل لك شكرا، لأنه أنت مجعطش المواطنين. اطلع الكلام ده وجيب ناس الكهرباء، جيبهم عديل بعرباتك، جيبهم صلحها، خليها تقبل لك حاجه واحده في وشك. انت المانع الناس دي يخشوا. الكهرباء شغاله، المويه شغاله، الطرق شغاله، الليله الناس نزلت فتحت اسواقها، مشت شافوا بعينهم. نحن في الارض دي ما بنخلي لها قوه متحركه. كل القوى الصلبه بتاعته والضاربه وتحت قياده واحده ومجموعه كبير تم تدميرها بشكل كامل. اي قوه بيحاول يحركها بنضربه، يقول لك ضربوا في الدروشاب خليه يمشي وين؟ ما بيمشي اي حته، ما حيمشي اي حته. اي قوه هتحاول تمرق الخرطوم دي بنكسرها له في راسه. اي قوه بتتحرك في شارع واسع بنكسرها له في راسه. يقول لك العربات اللي في الاحياء، انت ما قلت النقعه ديك النقعه وديك خيل الهجعه، النقعه بقت بيوت الناس تتحامى فيها، ودي آلته، وده قالوا لي يا اخي انت تستفز الناس ديل بين الاحياء عشان يضربوك، عشان نقول للطيران ضربوا ما دقيق، وفي مجلس الامن نقدر. طبعا عندنا هناك 2 فرامل يد، واحده اللي بيجروها كده، واحده اللي بيدوسوها تحت زي حقت المرسيدس مش شغالين ليه؟ عشان نقدر نقول على الاقل وقفوا الطيران. ابدا، طيراننا دقيق وتو ذا بوينت وسمارت، ما في كلام زي ده، ولا بسمح ولا بيرميني في شرك زي ده. يخش وسط البيوت يجيبوا العربات ويتلبت ويقول تستفيز في ناسنا عشان انا اضربه. انا لو ضربت RPG هنا بين حيطه شارع كله 6 متر و8 متر ما بضرب بيوت المواطنين دي، الانفجارات دي بتكسرها. انا غالبني القته بالطياره، انا ما داير ولا مواطن واحد بيته يتضرر. انا اضرب عشان بكره يوقف لي القوه الضاربه بتاعتي سلاح الطيران، ما بضربه. هيقعد شنو؟ خليه يستنزف ذخيرته دي تاني، عربيته دي بيسوينا ذخيره من وين؟ ضربنا كل المخازن بتاعت الذخاير حقتهم كلها، رغم انه عندهم عمارات مشترينها ومشونينها ونحن عارفينها وراصدينها وقاعدين فيها، عارفينها وين في شرق النيل، وعارفينها وين في السوق العربي، وعارفينها وين في نمره 2، وعارفينها وقاعدين شغالين ويركن ونت. غير كده اي عربيه الليله فيهم درمان ولا في بحري ولا بتاع بتفيك طلقه ثاني ما بتقدر ترجعها. ولعلمكم الصناديق اللي في عرباتهم دي بالمناسبه كلها قروش، ما فضلوا بنك في الخرطوم ما كسروا الخزن وشالوها، خليك من خزن الناس اللي في بيوتهم.
كل البنوك كسروا وشالين قروش الصناديق دي. بعدين ان شاء الله لما تغنيوها الدولة تشيل ما بعرف الفتوى بتاعتها شنو يدوكم كم، لكن ده ما موضوعنا. اي طلقة حيفكها ما حيرجعها. انا اضرب لي قوات في مدينة في حايمة وسط الاحياء عشان شنو؟ خليه يقعد هنا ما شاء 4 5 عربات هنا، 10 عربات هنا، 15 عربية هنا، فاقد الاتصال. القاعد في بحري ما عارف القاعد في شمال بحري شنو، ولا في شرق النيل شنو، ولا في مدر، ما عندهم بين اي اتصال. فاقد كل ناس غادت نفسهم، عساكر غادت نفسهم، العربات خلاص انتهى، لا في قيادة، لا في سيطرة، لا في امداد، لا في إخلاء، لا في تشوين. جثث تعفنت بالمئات في الوحدة الطبية بتاعتنا اللي قاعدة في شمبادي. قريب 2000 جريح، جروح متعفنة، ما قادرين يعملون اي حاجه، ولا يقدر يعمل لي اي حاجه، ولا يقدر يعمل اي حاجه. انا اضرب لي وحده صحيه عشان يجي يقول لي ما انساني وما انساني يوقف الطريق، ما بشتغل بيها، خليها تقعد تضوي كده. ده شمبادي ما بنشتغل بيها، ما عنده اي سيطره على قوات، ولا عنده امداد، ولا تشوين، ولا عنده اي حاجه. انتهى الزول ده. انا ما نحن الجيش السوداني لن يضرب اي عربات منتشره في الاحياء، افهموا الكلام ده. ده شرك ونحن ما بنقع فيه. نحن ما لم يتيقن انه المنطقه دي كلها جوا البيوت دي فيها دعامه ومتمردين وفيها ذخائر وسلاح وما فيها مواطنين، ما هنتعامل معاه. حنخليهم حايمين كده وقود يكمل ما يقدروا يشونوا اسمه شنو، سلاح يكمل ذخائر ما يقدروا يشونوا. اذا ما عرفت اي يوم مش هو الخسران. وامشوا اسالون انتم ما قاعدين تقطعوا في التفاتيش الليله، الحركه رجعت والناس مشوا والاسواق، اقفوا اسالون لما يفتشوا ونشوف معنوياتهم كيف. شوفوا كيف ديل بيقلعوا كاكيون وبيجروا بيملصوا ديل. وريني عسكري بتاع جيش ملص الكاكي بتاعه ده. الشعار ده نحن ما بنخطه في الواطه، ولا عسكري واحد ما قلع الكاكي بتاعه. اقبضني اسير، حتعمل لي شنو؟ انا اول ما اسير انت اللي حتعذب نفسك، لانه جنيفا كونفنشن لو عملت لي شيء بدونك مجرم حرب، انت اصلا ودي انت وانتهيت على المنع. هتعمل لي شنو انت؟ لكن انت بتقلع الكاكي بتاعك وتملصه، لكن ما في عسكري بتاع جيش بيملص. انت هتعمل لي شنو الاسري؟ انت هتقتلني؟ الشهاده بتزيدني شرف، الشهاده بتزيدني شرف، انت بفطيسه بتموت خزي. انت خايف من الموت، انت لو عارف روحك بتموت شهيد ما بتدي صور المواطنين في البيوت. يجي يقول لك المستلسين في البيوت. المغرب جاء، نحن ما نطول على الناس. البشريات الحقيقيه وصول تعزيزات باعداد مهوله من الولايات، لانه انا عندي 12 ولايه الجيش اللي فيها ما فك ولا طلقه. والله عساكرهم اليوم غبينه للانتصار لاخواننا اللي استشهدوا ديل، وما لهم شوق انه نشاركوا في معركه الكرامه دي. ما كانوا مشاركينها زي النمل، زي النمل. والله ياكلوهم بسنون، والله ما يسلموا ياكلوهم بسنون. وصلت تعزيزات من كردفان بولايات الثلاثه، دخلت الخرطوم الليله قبل المغرب. وصلت تعزيزات من شرق السودان، دخلت الخرطوم. وصلت تعزيزات من الشمال، دخلت الخرطوم. والله تضيق عليهم هذه الارض اضيق من خرم ابره. والله الدار يجوا منهم اسا بس يخلي عربيته تفوت، لانه لو وصلناك بتموت، ما في مخارجه. بعدين هم ما عندهم اي خبره ولا تكتيك في القتال الليلي. انا ضباطي وعساكري مدربين على الحرب الليليه، بيتعلموا مننا نحن هسه برا الناس. الجيوش البرا انا ما بقول الكلام ده نظري. لو كان في اي دوله والله العظيم في بريطانيا العظمى، لو في قوه موزعه قوامها 40,000 عندها 2,000 عربيه بالتسليح ده موزعه داخل لندن جوا في الحتات اللي هي مؤتمن عليها في باكنهام ولا في كل المواقع الاستراتيجيه، وتمردت بالطريقه دي عليه اليمين، كان سقطت لندن في ساعه تسقط. ما سقط السودان، ولا في حرب اهليه بتقوم في السودان، ولن يكون السودان لا كاليمن، لا كليبيا، لا كسوريا، لا كالعراق، ما تصغيرا باهلنا ديل. لكن ما كان عندهم جيش قومي ولا جيش محترف، جيوش قبليه عقديه، ما كده طوائف زي دي هنا. في صدام حتى لما كون جيشه كان سني بس، ما فيه كرد ولا فيه شيعه. دي النتيجه. سوريا علويين بس، ليبيا كده. نحن ما عندنا كلام زي ده. نحن اي قبيله في السودان ده ما عندها عساكر وضباط في الجيش السوداني، وجيش محترف وقتال وقومي. عرفت الكلام ده؟ فانا داير اقول للناس، يقولوا لك الاشاعات، يقول لك تتحركت 200 عربيه جاي من بندع 500. يا اخو عنده جوا هنا كان 40,000 وعنده 2000 عربيه،
ما استلم اي حته، المواقع اللي هو مستلمه وغدر بناس قتلونا ابن دقيقه صباح قال لي تاثير غلبوا يعمل فيها حاجه. صفر سيطر على الخرطوم. القاعدين هنا ده 40,000 انتهوا يتدمروا، 2000 عربيه تدمرت بنسبه 80% منها يتدمر، والباقي قبضنا قبض. داير يحلوا 2200 عربيه ولا 100 عربيه جاي من برا تحل لجنه ويقعد جوا مستلم، بعدين ما قدر يستلم. يجوا شنو يعني جاتهم 200 و 300 عربيه، والله عربيه تقطع النيل ده بغربون درمان للخرطوم ما في. واحده بتقطع ما في. واحده هي اصلا بتصل هنا ما في. اكثر سلاح جو ضارب الان السلاح السوداني، ونحن اي نصيبه بتقوم من مطار عين بتقوم من الرياض، بتقوم من تل ابيب، بتقوم من طرابلس، بتقوم من انجمينا، بتقوم من عنتبي، خليه من جوبا، شايفينها في شاشاتنا. الراجل اللي يقدر يخش الجو حقنا ده والله طياره فيها طيار من رسيله ليه، والله نهرس واتضربت. اقول لك بندا دي ضربت من امس الموضوع انتهى. لافين حايمين بينا في القالب بتاع ام درمان ده بتاع حمره جبره الشيخ، ونايم 20 عربيه و30 عربيه وغودهم كمنان قاعدين في، والله يموتوا عطش. لكن قول وصلوا. انت 100 شنو يعني 100 عربيه؟ وكان عنده هنا 2000 عربيه ما عملت له حاجه. يجيب داري يجيب له قوه تلحقه. وعلى العكس تماما قواتنا كل يوم عندنا احتياطي. انا كلمتكم قلت لكم نحن 15% من القوه اللي عملنا لها استعداد لما بدينا نشوك فيه ما استعملناه. عندي 12 ولايه، شوف فيها كم فرقه وفيها كم لواء، ما طقوا ولا طلقه. كل يوم حتصلنا تعزيزات بتطلب القياده. الدليل ان احنا ما طلبنا قوات الاحتياط. الجيش السوداني ده ما عنده قوات احتياط، ما في خدمه وطنيه مدربين، ما في قوات احتياط كانت في البلد دي قاعده جاهزه. ما طلبناه نحن ولا قلنا له زول يساعدنا ولا دايرين، لانه سيطرتنا تامه ولا مقوم نفسنا، ما مقوم نفس الناس ذاته. والله اقسم بالله والله الناس مستمتعه، والله طربانه، والله عساكرنا طربانين ومعنوياتهم زايده، وضباطنا والله شرار بس. فما الناس ما قعدوا يتروعوا ساي. والله الخشوا الليله دي زي الدير، والله ليله الخرطوم ده والله تضيق عليهم الحياه، وبنتعامل معاه باحترافيه. نحن بعد ما طهرنا كل المواقع المخازن والمعسكرات ومراكز القياده والسيطره دمرناه تماما، بنجي نقزقز بالناس، بنشوف ياتوا احياء وياتوا احياء حيويه ونخشها. كيف بنعرف نخشها؟ حرب المدن دي تدربنا عليها نحن. عندنا الفرقه التاسعه المحموله جوا، عندنا قوات فرقه خاصه من قوات الاقتحام الجوي، فرقه كامله قوات خاصه من المهام الخاصه لسه ما اشتغلوا، ولا اي كتيبه واحده منهم في القياده رجعت الناس دين مع الحرس الرئاسي كسروهم كسره الجن في اكبر معركه هيكتب التاريخ تخلد ليهم الدين. والتحيه لقائد القوات دي الحرس الرئاسي ولقائد القوات المهام الخاصه، لانه رجال ضباط وعساكر ارجل والله. رجال مسافه السمكي يومين وثلاثه يوم يقول لك انا حاقبض. التجارب الحيطه تكسر الحيطه بالبكل وتخش لي جوا البيت، دي رجاله تقول تستلم هستلم. ما استلمت مالك، ما استلمت مالك ما نطر ليك. والله العظيم ثم ولوا مدبرين. لانه ما بيقاتل الغادر ما عنده حاجه يقاتل بيها. انا بقاتل عن الحق، وانا جند الله وانا الحق، وده النصر جاء غصبا عن عين اي زول، وربنا حيخزي اي زول واقف معاه، لانه تاني الدنيا كلها ما في ويزو. انا بحكي لكم تهيد كلهم حتى الشرك ديل رقدوا في الواطه وقالوا احنا رفعنا يدنا من الزول ده. اي زول رفع يده منه فاضل ليه، والخونه والمنافقين والمتمردين اللي قاعدين معاهم هنا ده بدافعوا عنه في الصفحات دي. وما في والله جريريا بلاك اند وايت وعرفناهم. وبني قريظه جايه، بني قريظه جايه ده ما وكيتها. فالحمد لله دخلت تعزيزات بتطلب القياده بوكيتها عشان تعمل بها الشغل اللي هي دايره، مسيطره تماما. لا عارفين مين كم، لا عارفين حيجوا وين، لا عارفين يشتغلوا وين، معتمدين يا اخي على شبكه التلفون في اتصالاتهم. انا عندي سيستم بتاع اتصال ما عنده اي علاقه بشبكه التلفون ولا بيقدر يخش في ذاته مع الساتلايت. ماركوني جاب اشاره محمد علي ما قال لكم ما. فالناس ما تقعد تجزع ساكت. نحن ما بنقول كلام هواء ولا بنكذب على الناس، والعسكريين بيفهموا انه عارفين كلام اللي بقول فيه ده صح. ما يقعدوا الناس يجزعوا ساي ويخوفوا الناس ويروعوا في الناس. القاعدين في الحله ديل عندنا لهم شغل، لكن خلونا نقعدوا طقطقوا كده كملوا زخايرهم، ما حنتعامل معاهم. كله كلامي كلمتي الاخيره. شوف بس المسافرين
بلد فيها حرب زي دي لو هنا احنا فاقدين فيها الكنترول، البساطه الماركه دي بتجيب وقود من وين؟ ما ده الوقود متوفر في ظل الحرب، الوقود متوفر، بساط بتسافر قاطع على الدول، بتمشي مصر. طبعا مصر دي قبل كان في ناس قالوا دي العدو وده ما بعرف شنو وبتاع ونبذ وقوموا الشعب ده كله والديل ضدنا. هسه هم ديل ذاتهم نحن مراقبينهم خشوا بهناك وقالوا وصلنا بسلام. ودي الذين وصلت بسلام، هسه عرفت عدوك منو صليحك منو؟ عرفتوا هسه دار تمشي مصر؟ والناس المسافرين مصر ديل مسافرين ليه؟ حتتكلف لك تذكره ب 150,000 و200,000 وتمشي تأجر شقه في مصر ليه؟ امشي الجزيره دي، امرك هنا، ده امشي شندي هنا، ده امشي اهلك هنا في الشماليه، وامشي شندي ده لو انت خايف. لو انت خايف امشي اجر بربع القيمه دي وعيش ملك، عندي شقك هنا في مدراك ده ما في زول وصله. لكن انت دار تمشي وين؟ يقول لو كنت يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيده، انت لو الله كاتبك في الكوته بتاعت الناس اللي بيستشهدوا وبيموتوا هنا بتموت. كم زول قاعد جوا اوضته جاته طلقه قتلته ومات، والاولاد الشباب حقين الشعب السوداني ده لافين مع الضباط والاشتباك والذخيره مولعه، ما فيهم زول مات، فطروا في الشارع ما في زول مات. الموت ده يا دكتور بالاجل، الخطبه اليوم بالاجل، الكاتبه لك الله والله ما بجلي، ما تقعدوا تخافوا ساكت وتجزعوا ساي، والله تمشي هناك تلحقك الطلقه هناك تموت، والله تلحقك. والله انا بتذكر كنا في متحرك اسمه نصر الله، فبعدين في حاجه زي ما طبعا الصندوق انقسم شويه بقى في رتل اداري ورا كده، معاي يعني زميلنا ابى يشتغل دكتور وبتاع وقال بيقعد هنا، مشينا المهم قدام اشتبكنا وهناك. ففي الاشتباك ربنا داري دي درست، هم على بعد 4 كيلو غابه، الدوشكه بتاع العدو ضارب فينا نحن في الموقع القتالي. المعلومه جاتنا في طلقه بتاع الدوشكه، جات مشاقه الغابه دي 4 كيلو شجر وبتاع، وجات في نفس المحل اللي فيها الطبي ده كويس، وضربت الزول جنبه عسكري جنبه، دخلت بهنا مرقت بهنا ووقعت هنا. يعني العسكري ده لو قاعد هنا ده متر ما ضربه، الله ما بجلي، الله برسل، ما تقعدوا تخافوا وتجزعوا ساي، والله كان الله كاتب لك الموت بطلقه بتموت في بيتك في برج بتاع. نحن قراننا ما لعب، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ده ما لعب ولا هزار، ده دين، ده قران. لن ربنا قران قال كده، قال لك قول كده، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. انت معناته شايف الله كذاب؟ انت ما هو ما مصدق، انت لو مصدق ما بتجزع الجزع ده وداير اسافر وداير مش هون حيعمل شيء يعني؟ حيخش البيت حيعمل لك شنو يعني؟ وبعدين من مات دون عرضه فهو دون ماله فهو شيء، انت دار تموت من وين؟ زول تقول لك خش في بيتي وكسر الخزنه انت دار تموت دفاعا عن منو؟ انت بكين دار تدافع؟ ده ما صايل. الجهاد والمرأة والطفل والهنا المفروض تدفع، ده جوا بيتك، انت حتدافع عن نفسك 200. انت كم ما تموت في خزنتك ده عشان في شرف اكتر من ده. انا عايش ده انا بعد الذله دي لما نيجي قدامي يكسر بيتي ودكاني وخد جوا بيتي ويبغى بناتي وانا قاعد، تخاف من شنو انت؟ ما بيعملوا الكلام ده ولا اي حاجه. عملوا في بحر ده لانه نحن قلت لك ده الطب حقهم ما دارين نسالون الفيشن بعدين، لكن خلوهم تاني الليله من الليله وقدام خلونا يخشوا لهم بيت، شوفوا الناس يعملوا فيهم شنو. والله ياكلون اكل، والله ياكلون اكل، ذخايرهم كملت، معنوياتهم في الواطا، قتلاهم خلوهم في الشوارع معفنين، جرحاهم خلوهم في الشوارع عفنوا، ما اخواننا اللي معاهم في العربات. الطياره لما تعمل زن والله بتضيق بهم الارض، لا يعرفوا يجروا وين، قاعدين لابدين تحت الشجر، شوفوا الفيديوهات، مش جوا الحله ساي ملبدين جوا الحله تحت الشجر، ما بحلك. فاين المفر؟ اين تذهبون؟ والله الا الخطه البندقيه دي، ده حلك، ما عندك كده، ما في حاجه. نحن عندنا اخواننا ضباط وغاده وضباط احدث مننا وجنود والله اعز مننا استشهدوا. تيجي تقول لي خلي لك شنو؟ ما في حاجه اسمها بخليك، ده خد السلاح وده لو سلم محكمه ميدان كبرى، وذاته يدوا محكمه كيف؟ يدوا شرف وضابط عشان يدوا شرف محكمه ميدان كبرى. هاشم العطا راجل عمل شغل بيده وهو مقتنع به، يتحاكم محكمه ميدان كبرى، يشيل الشرف ده ويضرب محكمه ميدان كبرى. انت جبتها قريتها وين عشان يدوك محكمه ميدان كبرى؟ والله يكلمكم، والله ربنا يخزي خزي، والله عساكرنا ديل يصلوا قسما بالله مهما يكون في تعليمات ضباط والله ياكلوا بسنونهم. الغبين الان شايفه في عساكري ديل والله ياكلوا بسنونهم، لانه غدر باخوانهم. يا اخي ناس لحد اللي يعيش بياكلوا في صحن واحد، بكره الصباح يا اخي تقدر بي يا اخي؟ ما في والله العظيم تضيق بالوسيعه. هو
لو حريف بعد ما الدنيا فاتته يسلم يقول لا حاكموني محكمة ميدان كبرى يسلم. ده لو داير ينجو من اللاكل. فالناس يا جماعة ما يقعدوا يسووا في اللي بيسووا في ده. قروشك كان ماشي بها مصر دي امشي هنا مدني اجر شقة بربع القيمة واقعد عيش ما امشي شندي هنا امشي المتم اقعد في بيتك ده. الناس اللي قاعدوا جاهم شنو؟ ما في الا زول شليق مشى في حتة فيها اشتباك طلع راسه بالبلكونة. ما في. ما من هنا ولقدام بشركم والله ما يعملوا اي شيء. والبيقتلوا بيكسروا في الدكاكين الان تسعة طويله. انت لو ما نترحم على اخواننا اللي استشهدوا الان. اخونا الدكتور بشرى بن عوف بسكين. ابدين ما بيضربوا بسكين. الدكاكين حقتكم وسواقكم بعد ده احرسوها. احرسوا من ماتوا دون شيء. بيجيك ده موت معه يعني شنو يعني؟ ما موت انا في زول بيموت ناقص عمر؟ والله الايمان بتاعكم ضعيف اقسم بالله ضعيف. انتوا شايفين الله كذاب ما مصدقين. ما مصدقين الله. ما مصدقين انه ما اصابك ما كان اللي يخطئك وما اخطاك ما كان ما مصدقين الكلام ده. شايفينه خيال. شايفينه خيال. وانا قبل صاحب قلت لكم اي زول لاسه في قلبه خوف ايمانه ضعيف وما تاب. تتوب من الله الله بنزل في قلبك ده السكينه. امسكوا لي في حسبنا الله ونعم الوكيل. نحصل صلاة الجماعة وربنا يدينا ويديكم العافية وأبشروا بنصر الله وفتحه. النصر انتهى. خلوا الناس يشتغلوا شغلنا المهني والله شغالين شغل والله متعة متعة والله عساكرنا مستمتعين وهم في الشغل. شغل مهني والله يضيق بيهم الباقيين ده اللي لقيتوا لقيت. ما تقعدوا كل مرة تسمعوا لي يعني نخليهم جارين في الشارع طيارة ما تضربون يعني؟ ماشيين المصنع ما نضربهم يعني ولا شنو؟ تقول لي ضربوا ما يضربوا. قاعدين في الحله وبيطقطقوا ما يطقطقوا وحيعمل شنو يعني؟ هو حيمشي وين يعني؟ افهموا الشغل افهموا الحرب يدوروها كيف. يديكم العافيه.